بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد بالنصر عباده المؤمنين وأعز أهل التوحيد والصمود، والصلاة والسلام على محمد الهادي إلى الحق وعلى آله وصحبه أجمعين. من أرض اليمن المباركة أرض العزة والإيمان نبعث كلماتنا محملة بالفخر والاعتزاز إلى إخواننا الثوار وأهلنا الأحرار في حلب الشامخة، الذين أضاءوا اليوم شعلة النصر ورفعوا راية العزة فوق قلعة حلب رمز التأريخ والصمود. أيها الأبطال، يا من كتبتم بدمائكم الطاهرة ملاحم العزة والإباء، يا من أثبتتم أن أهل الحق لا يهزمون مهما طال الظلم أو عظم، اليوم فرحتنا ليست فقط بنصر على الأرض، بل هي بشارة لكل مسلم أن المستقبل لأهل التوحيد، وأن الله لا يخذل عباده الصادقين. يا أبطال الشام، أنتم اليوم أمل هذه الأمة، أنتم من رفعتم راية الجهاد والتوحيد في وجه الظلم والطغيان، أنتم من قلتم للعالم أجمع أن الإيمان بالله أقوى من كل سلاح، وأن الصبر والثبات مفتاح النصر. بقلوبنا ومع كل دعاء يخرج من شفاهنا نقول: اللهم ثبت أقدامهم وقوي عزمهم واحفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم اجعلهم شوكة في حلق كل عدو وانصرهم على كل من عاداهم. اللهم اجعل هذا النصر بداية لتحرير كامل الشام وعودة الأمن والإيمان لكل شبر من أراضي المسلمين. يا أبطال حلب، أنتم لستم وحدكم، نحن معكم بالدعاء ومعكم بقلوبنا ومعكم بأرواحنا، وما فعلتموها اليوم إعادة للأمة الأمل وأعاد لها اليقين بأن النصر قريب بإذن الله مهما اشتدت المحن. فإلى الأمام يا أبطال، امضوا على بركة الله وكونوا قدوة في الصبر والثبات والإخلاص. وأخيرا نقول لكل مكروب ومظلوم في هذه الأمة: هذه هي رسالة حلب لكم، أن الحق لا يهزم وأن الله مع الصابرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والدين، واجعل هذا النصر بداية عهد جديد من العزة والكرامة لأمتنا، والحمد لله رب العالمين. أخوكم من اليمن أرض الإيمان والحكمة.